واخيرا بعد عناء مع المنبه ظبطت المنبه 4 مرات عشان اعرف اصحى. المهم النهارده الجمعه الساعه دلوقتي 7:30 او 8 تقريبا. هصور فيديو الاسئله بره هيعجبكم جدا، متحمس جدا جدا. هحاول اخدكم معايا برضو على قد ما اقدر. اجهز بقى الوقت الترايبود والكاميرا والمايك والحاجات اللي انا هحتاجها معايا. ادعوا لي عشان الجو برد جدا. بس يلا بينا. المفروض ان انا خرجت حاليا وجهزت كل حاجه يعني المفروض، بس بصراحه بفكر ارجع في كلامي يعني. الجو برد جدا، بس ادعولي. بس كويس ان انا اخترت الجمعه، لان الجمعه غالبا مفيش ناس كتير يعني وكده، و يعني احاول بقى اتجاهل الناس يعني اللي موجودين. مش ناقص يعني، كفايه البرد بصراحه. مش عارف هعمل ايه بقى في المواصلات والجو ده. بستنى عربيه بقالي 3/4 ساعه. قول يا احذر مني بكون تحيه للصحاب، ارجع والظهر يا نجم احذر مني بكون، قول يا احذر مني بكون، قول يا احذر مني بكون. اديني رمضان حران زهقان طهقان، ابعت مشوار اليونان. واخيرا وصلنا يا جماعه المكان اللي هصور فيه. طبعا مش باين ان ده جبل علشان انا بعيد، بس لكن هو جبل فعلا يعني، المكان يعني عالي قوي. لو جيت تبص هنا شوف المكان عالي جدا. مش عارف ده كان ايه بصراحة، بس هو هينفعنا يعني. احنا فوق الجبل اهو. طلع انا مش عارف بصراحه الجو هيبقى يعني الصوت هيبقى عامل عندكم ازاي، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا يعني اظبط الصوت وكده. الوقت في حاجتين خايف منهم. اول حاجه ان الترايبود يتقلب من الهوا، وتاني حاجه ان في تقريبا هنا ايه ضبع، كلب، كلاب، حاجات كده غريبه. فانا دي خايف منها بصراحه، وغربان، وتحس ان انا في عالم تاني. ايا كان خلينا نبدا بس الفيديو على طول عشان نخلع من المكان ده. طيب هنبدأ الأول بالأسئلة اللي جات لي على البيج بتاع الفيس في البوست المثبت بتاع الأسئلة. لو أنت مش عندي على البيج هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت، يعني تدخل هتلاقي بوست مثبت فيه أسئلة، اسأل أي أسئلة. وبالمناسبة الفيديو بتاع الأسئلة هيبقى بعد 3 فيديوهات على القناة. هنزل 3 فيديوهات بعد كده فيديو الأسئلة. فخلينا نبدأ بأول سؤال من مصطفى يونس فتحي. بيقول إيه رأيك بين الأفضل ميت 8 ولا B9، وهل يستحق B9 لايت الشراء؟ معنى السؤال ان هو بيقارن بالميت 8 والبي 9، وبيقول يعني سؤال تاني ان هو ايه رأيك في البي 9 لايت. الميت 8 هيبقى كويس جدا ليك لو انت بتحب الجيمز مثلا، تحب تتفرج على افلام على الموبايل، عشان الشاشة كبيرة والبطارية كبيرة. لكن البي 9 هيبقى موبايل كويس جدا، تصميم جميل جدا، والكاميرا خرافية جدا، وموبايل يعني موبايل كويس ومش هيأثر معاك في الأداء أيا كان الموبايل اللي هتاخدهم فيه. أما بالنسبة للبي 9 لايت فأنا عملت عنه فيديوهات كتير هسيبها لك في الديسكريبشن تحت. كنت عملت عنه انبوكسنج كان زبالة بس يعني ممكن تستفاد منه، هسيبها لك في الديسكريبشن تحت.
ويا سيدي هو موبايل كويس جدا، بس من رأيي العيب الوحيد اللي فيها يكون السعر، وبس هو تقريبا العيب الوحيد. لكن هو موبايل كويس جدا جدا، لو معاك السعر مش فارقه معاك السعر، هيبقى موبايل كويس جدا جدا. العيوب اللي فيه برضه ان التصميم مش معدن. انا كنت اتمنى في السعر ده ان التصميم يبقى معدن، لكن هواوي قررت انها تخليه بلastيك، بس يعني جوده التصنيع عاليه، بلاستيك عالي. ونيجي بقى لتاني سؤال، هيبقى من حسين سلامه، بيقول معايا تابلت لينوفو 3 لما اجي افصله وافتحه تاني بيطول عند شعار لينوفو. بص يا حسين، لو التابلت بيعمل معاك كده من اول ما جه، يبقى ده يعني ده السوفت وير ده اللي التابلت بيقدر يعمله، يعني ما بيقدرش يشغل اكتر من كده. لكن لو هو كان شغال الاول كويس وبعد كده عمل الحركه دي، فهتعمله فورميت من بره، اللي هو زرار الباور مع الزرار اللي بيعلي او الزرار اللي بيوطي حسب جهازك، وهتعمله فورميت خالص ويبدا يشتغل معاك تاني عادي، مفيش اي مشكله، والشعر هيبقى كويس. السؤال اللي بعده من يوسف اسامه حسان. بالمناسبه يا جماعه، يوسف بصراحه من اكبر الداعمين ليا ومن اكتر الداعمين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، فبشكرك جدا يا يوسف، بصراحه حبيبي والله. يوسف بيقول ازيك يا عبد الله، عندي سؤالين، ايه الافضل بعد وفاه النوت 7 رحمه الله عليه، وانت رايك كيف مبيعات الشركات في مصر بغض النظر عن الدولار؟ بص يا يوسف، النوت 7 بصراحة من رأيي مفيش ليه أي بديل لسه لحد دلوقتي في السوق غير الاس 7 ايدج، وبرضه يعني الاس 7 ايدج ماهوش البديل للرسم، يعني ماهوش بديل قوي. أنا بعتقد إن مفيش لسه بديل للنوت 7 نهائي، لأنك مش هتلاقي موبايل بيجي بالشحن اللاسلكي أو الشحن اللاسلكي السريع غير الاس 7 ايدج، أو بيجي بتصميم ايدج من قدام وكيرفد من ورا. فبصراحة نوت 7 كان من احسن الموبايلات اللي نزلت السنة دي. بصراحة انا زعلان جدا بسبب اللي حصل، بس ايا كان من رأيي مش شايف اي بديل للنوت 7. وبالنسبة لرأيي في مبيعات الشركات، فهتلاقي رأيي بالتفصيل في فيديو هيظهر في الاي اللي على اليمين، هيعجبك اول فيديو تشوفه. المهم نيجي لتالت سؤال من عطية محمد، بيقول لي ايهما افضل، لينوفو بي 1 ولا لينوفو A7020 اللي هو الكفاف نوتي؟ بص يا عطية، لينوفو بي 1 هيبقى يعني احسن في كل حاجه من رايي، لكن التصميم سمكه عريض شويه عشان البطاريه طبعا 5000 ملي امبر. التصميم ما هيبقاش مريح قوي في الايد، لكن الموبايل احسن في كل حاجه، شغال معالج سناب دراجون كويس جدا، الكاميرا كويسه، البطاريه كويسه، برضه الشاشتين كويسين في الموبايل، بطاريتين برضه كويسين، يعني الكي 5 نوت بطاريته كويسه جدا. لكن من رايي برشح لك اللينوفو بي 1 هيكون احسن علشان سعر الكي 5 نوت اصلا غالي. ونيجي رابع سؤال من احمد توفيق. احمد توفيق بيقول هواوي بي 9 لايت ايه مميزاته وايه عيوبه؟ هقول لك يا احمد، انا جاوبت على السؤال ده فوق، بس برضه هقول لك التصميم وان هو ما بيدعمش الشحن السريع، ديت ابرز العيوب الموجوده في البي 9 لايت. لكن غير كده الموبايل ممتاز جدا، البطاريه كويسه، الشاشه ممتازه جدا 5.2 انش، ودقتها كويسه، وكثافه البكسلات 424 بكسل، لا كثافه كويسه جدا، موبايل كويس. لكن برضه من عيوب السعر زي ما قلت في اول الفيديو. السؤال اللي بعده من احمد محمود سليمان، بيقول هاي يا عبد الله، ممكن تقول لي على اسم المزيكا اللي اشتغلت في اول الفيديو بتاع تسريبات الهواوي بي 10 والسامسونج اس 8؟ ما كنتش شفتوا الفيديو هتلاقي في الاي اللي على اليمين دي. واحمد سليمان قصده على المزيكا دي. ويا احمد هسيب لك الرابط بتاع المزيكا دي اللي هي بتاعت ورس ات، بس هي ريميكس من الاغنيه بتاعت ورس ات، فانا هسيبها لك في الديسكربشن تحت لو اي حد عاوزها. نخش بقى شويه على اسئله اليوتيوب. السؤال الاول في اليوتيوب هيكون من ماكر شباك بيقول لي انت منين؟ السؤال ده ما تساليش ولا مره تقريبا على اليوتيوب برضو. بص يا سيدي، انا من اكتوبر وقاعد في الشيخ زايد وفي حي المستثمر لو انت عارفه. السؤال اللي بعده هيكون على الفيديو بتاع الانبوكسنج بتاع الزوم اتش 1 في محترفين الكمبيوتر. بيقول لي لو سمحت حابب اعرف رايك في المايك ده وهل ينفع لليوتيوب، وكمان عشان ممكن اشتريه. بص يا محترفين الكمبيوتر، انا المايك كويس جدا جدا، ولولا المايك ده ما كانش زمانتي بسجل فرق كبير، يعني منع الهواء برضو تقدر تتحكم في حاجات كويسه جدا. لكن رايي بالكامل هتشوفه في الريفيو الكامل، هيظهر في الاي اللي على اليمين دي اول ما ينزل ان شاء الله. السؤال اللي بعده على الفيديو بتاع الهواوي ميت 9 لايت من عبد الله رخا. ايه ده؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. عبد الله رخا عادي ما فيهاش حاجه. بيقول لي نفسي اشوف اي انبوكسنج للميت 9 لايت. بص يا عبد الله يا رخا،
الميد ناين لايت لسه منزلش رسميا هنا في الوطن العربي نهائي، وتقريبا منزلش اوروبيا كمان. لكن اول ما ينزل رسميا ان شاء الله في الوطن العربي هحاول اجيبه ان شاء الله، اعمل له انبوكسنج وريفيو كامل يعني. استنى ان شاء الله يعني هحاول. السؤال اللي بعده على المراجعه بتاعت الكي 5 نوت من بهية الي، مش عارف بصراحه اسمك بالظبط بس هيظهر على الشاشه دلوقتي. بيقول لي ايه الاحسن، الشاومي نوت 3 برو ولا اللينوفو كي 5 نوت؟ بص، هو مقارنه كويسه فعلا، لكن انا بفضل النوت 3 برو لانه شغال بمعالج سناب دراجون، والسوفت وير برضه بفضله. في السوفت وير بتاع شاومي بفضله عن السوفت وير بتاع لينوفو بصراحه. في فرق برضه للنوت 3 في السعر، النوت 3 تقريبا ارخص شويه، فبصراحه ارشح لك الشاومي نوت 3. ونيجي بقى للسؤال اللي بعده من شريف علي. شريف علي بيقول لي تنصحني اجيب اللينوفو كي 4 ولا اللينوفو كي 5؟ اللينوفو كي 5 احسن بكتير في كل حاجه تقريبا. السؤال اللي بعده من محمود بن اسماعيل، بيقول لي جميل جدا، عندي سؤال عايز الرد. انا عايش في اوروبا وكل الشباب بتشتري هاتف اسوس زينفون 3 وعليه اقبال عكس الهواوي. نورنا ليه لو عندك فكره على هذا الهاتف. بص يا محمد، بصراحه كويس جدا جدا وسعره كويس تقريبا في حدود ال 250 دولار، فلو جات لك فرصه تشتريه من بره تبقى حاجه ممتازه جدا. عيبه الوحيد من رايي هو السوفت وير، ما برتاحش للسوفت وير بتاع اسوس نهائي، لكن غير كده الموبايل بصراحه كويس جدا، لو انصحك تشتريه. السؤال اللي بعده من المصري للاحتراف، بيقول لي رايك في الجي ار 5. الموبايل الجي ار 5 عيبه الوحيد ان 2 جيجا رام تقريبا، غير ان سعره كبير يعني سعره غالي في حدود ال 3000 جنيه تقريبا، وعليه 2 جيجا رام. ما انصحكش بيه بصراحه يعني. لو شفت شاومي نوت 3 مثلا او الوان بلس اكس، دول هيبقوا ممتازين جدا في السعر اللي انت هتشتري بيه الجي ار 5. السؤال اللي بعده من عصام المايح، بيقول لي ازيك يا عبد الله، اتمنى لك التوفيق دائما. ايه افضل موبايل من حيث الاداء؟ مش مهم الكاميرا، المهم الاداء والبطاريه، في حدود 3000 جنيه. حبيبي يا عصام بشكرك جدا. واحسن موبايل في الكاميرا والاداء والبطاريه من رايي في حدود ال 3000 جنيه هيكون انصحك تزود شويه وتجيب الشاومي نوت 3 برو او الوان بلس اكس. ده موبايل ممتاز جدا بصراحه عن تجربه يعني. دول احسن خيارين تقريبا في السعر ده، لان الاسعار كلها رفعت زي ما انت عارف اكيد، هم دول احسن خيارين بصراحه في الرينج ده يعني. وبس كده اخيرا خلصنا الفيديو بتاع الاسئله والجبل، والحمد لله الكلب ما جاش تقريبا، خاف قلبي لله طلع الجبل ده وخاف ما جاش. بس ايا كان بصراحه ومغامره حلوه ويعني حاجه جديده، اول مره اعمل حاجه زي كده. ناوي ان شاء الله اعمل كل فيديو اسئله في مكان مختلف، مش في المكان اللي انا بصور فيه على طول، هيكون في مكان مختلف يعني. مره على الجبل، المره الجايه في الميه بتاع كده يعني، في كل مره هيبقى في مكان مختلف. واللي هيقول اسم المكان اللي انا فيه حاليا في الكومنتس تحت هقول اسمه في الفيديو اللي جاي بتاع الاسئله، وكل مره برضه هيبقى في مكان مختلف، واللي هيقولها هقول اسمه في الفيديو بتاع الاسئله اللي بعد. وبس يا سيدي. طبعا انت لازم تعمل لايك، دي يعني حاجه ما عادتش اختياري، لان طبعا شايف ان طلع على الجبل مش عارف، فلازم لايك يا جماعه. واكيد اشترك في القناه بقى عشان تشوف الفيديو اللي جاي بقى من الاسئله وكده. بس بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر. سلام.